السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ امور هانيه. شحال هادي ما حطيت شي فيديو، بقينا اكثر من عام هادي. انا كل سبت نورمالمون الصباح تنخرج تنتمشى يعني في المدينه اللي انا ساكنه فيها واللي هي الرباط. واليوم خرجت ويبان ليا الجو زوين من ديك البلاصه اللي كنت كنتسارى فيها، الجو زوين. ونورمالمون تنبقى تنتمشى واحد ساعتين الى حتى لساعتين ونص. وقلت علاش الليله ما نصورش يعني الدنيا وانا كنتمشى وداكشي اللي كنشوف، وفي نفس الوقت نعاود شي حاجه كما كنت كنعاود. بحال هكا غاديه كنتمشى مع شي حد وكنهضر معاه. المهم مرحبا بكم معايا في هاد المساريه هادي. كلنا كيدوزو شي لحظات في حياتنا الا رجعنا وفكرنا فيهم مزيان كنلقاو بان حياتنا قبل منهم من وراهم تبدلات. وبالضبط علاش؟ حيت شي حاجه في الداخل ديالنا اللي تبدلات وخلاتنا اننا نشوفوا الامور من منظور اخر. كلنا عندنا هاد اللحظات، يعني الا رجعنا شويه السن وبقينا تنفكروا في حياتنا غنلقاو بانه واحد النهار سمعتي واحد الهضره اللي خلاتك انك يعني فتحات لك الافاق ديالك، وحلات لك عينيك على شي حوايج، ولا وقع لك واحد الحدث اللي يا اما بنا فيك شي حاجه يا اما هرس فيك شي حاجه وخلاك انك تشوف الحياه بطريقه واحده اخرى. انا بعدا بالنسبه ليا كانوا عندي بزاف ديال اللحظات، ومن هاد اللحظات هادو فاش كان في عمري 11 عام، فداك الصيف ديال فاش كان في عمري 11 عام كنا سافرنا لاكادير مع خويا وبابا. وفاش كنا تما بابا كان عرض على واحد صاحبه، قال له انت جيب وليداتك باش يجلسوا مع ولادي ويلعبوا، وزعما حتى حنا باش نتخالطوا مع الناس وديك الشيء. ما علينا. هذاك السيد كانت عنده واحد بنته، وهذيك بنته المهم ما كانتش كتعامل معايا زوين. علاش؟ الله اعلم. المهم انا اللي عاقله عليه هو انها كانت ديما كتعايرني، ديما كتسبني، ديما كتهددني، كتقول لي اما ديري ليا شنو بغيتي يا اما غنمشي نقول لباباك. المهم الكذوب، يعني غتمشي تكذب عليا تنزل عليا الباطل. واهم حاجه هي انها كانت فاش كتعايرني ديما كتعايرني بالشكل ديالي. شوفي كيفاش دايره، شوفي عينيك كيفاش دايرين، شوفيني في كيفاش داير، يعني في كدا يا عين كدا. المهم بلا ما نقول، شي مرات كيكونوا حيوانات، شي مرات كيكونوا اشياء اللي حنايا في التصور ديالنا خايبين. مهم حتى ديما كانت كتبقى تعايرني وتنقص مني وانا ما تنجاوبهاش. انا ديك الساعه يلاه في عمري 11 عام، 11 عام راني مازال صغيره، مازال الشخصيه ديالي ما تبنات. انا ديك الساعه ما كنعايرش، يعني انا زعما ماشي الشخص اللي كيكون تيعاير ولا يقدر يجاوب على المعيور، وكان تيبقى فيا الحال. المهم ديك الصيف داز كحل، ديك التصافيره دازت عتي حالتها. بابا مسكين النيه ديالو كانت اننا نتخالطوا مع ولاد ديك السيد واننا نلعبوا معاهم ودوزوا وقت زوين. المهم انا بالنسبه ليا الذكرى ديالي اللي مازال اللي عندي على ديك التصافيره ما فيها ما يتشاف. الى حتى لاخر نهار ديال هذيك التصافيره صافي حنا كنا غادي نرجعوا بحالنا وكنا جالسين في الدار. المهم ديك الساعه بابا ما كانش، وكنا انا وديك البنت وخويا. ما فهمتش شنو وقع، لان شحال هادي راه كان عندي 11 عام ديك الساعه، ما عقلتش بالضبط على شنو وقع. ونات كتعايرني كما العاده، يا الدايره يا الفاعله، نيف كذا. المهم نفس ديك المعيور اللي ديما كانت كتعايرني وكتنقصني، تنقص مني وتعيب عليا، تعيب يعني على الشكل ديالي. وانا ديك الساعه راني يعني صغيره 11 عام، يعني يلا غندخل كنعقل على راسي كان الصيف ديال السادس، يعني ديال السادس ابتدائي. والعام اللي من موراه يعني من كنا غادي ندخلوا في شهر 9 غادي نطلع للاعدادي، يعني راني غندخل لادوليسونس، غندخل ديك المرحله ديال الحياه اللي كتبنى فيها الشخصيه ديالنا، واللي يعني الثقه في النفس كيكون عندها واحد العامل كبير، لان اصلا هي كتكون صعيبه. والاغلبيه ديال الناس الثقه ديالهم في نفسهم كتكون مهزوزه. يعني اصلا هي زعما وجدتني مزيان باش ندخل بواحد الثقه في النفس مهزوزه لاقصى الحدود. ما علينا. ديك الساعه اللي غيوقع وهو انه بابا كان مشى يصلي الظهر ورجع. فاش رجع حل الباب، وفاش حل الباب سمعها كتعايرني وكتقول لي ديك الهضره. ويبقى كيتصنت الى حتى سالات، هو يدخل علينا وهو يقول لها واش ما حشمتيش؟ قال ماشي حشومه هاد الهضره هذه اللي كتقولي دابا، واش انا كنولد كذا. المهم بلا ما نستعمل المصطلحات اللي كانت كتستعمل، واش انا بنتي كذا، شوفي فيها مزيان، واش انت بالنسبه لك هذوك العينين ديال داكشي اللي قلتي؟ انا بنتي تبارك الله عليها غزاله ما فيها ما يتعاب، شوفي تبارك الله عينيها، شوفي وبقى بحال كيجاوب على كل معيوره هي عايراتني، وهو تيكبر بيا. صافي من بعد هو يقول لها حشومه هاد الهضره بنتي، راه ما تنقولوش هاد الهضره هادي،
وهادشي راه ما كاين منه والو. من بعد ما فهمتيني مشات، حنا اصلا كنا غادي نرجعوا بحالنا ديك الوقت ديك النهار هذاك. المهم من بعد قال لي صافي ما تديش عليها ديك الهضره، ما كاين منها حتى شي حاجه، شوفي راسك نتيا كيفاش دايره، تبقايش تسوقي بحال هاد الهضره هادي، هادشي ما كاين منه والو. المهم بقى تيحاول انه يعني اول حاجه دافع عليا قدامها، ثاني حاجه يعني ماشي غير دافع عليا قدامها، يعني هي ما اتاكاهاش بكل بساطه قدامها. فاش كان كيهضر معايا كانت بحال كيبين ليا بان الهضره ديالها لا تساوي شيء، يعني ما كتساوي حتى شي حاجه. ديك الهضره اللي كتقول راه غير تخربيق وغير كتقولها ليا غير باش تفقسني، وديك الشيء ما كاينش منه، يعني هذاك الشيء ماشي واقع، هذاك الشيء راه ماشي هي الحقيقه. الحقيقه راه هي ديك الشيء اللي كيقول ليا. يعني قال لي شوفي راسك في المرايه واش هادشي اللي كتقول هو اللي كاين. حيت انا صافي ديك الساعه فاش بقيت كنبكي قال لي علاش دابا كتبكي، هادشي راه ما كاين منه حتى شي حاجه، واش هادشي هو اللي كاين، شوفي راسك شنو كتشوفي، فهمتيني، شوفي عينيك كي دايرين، شوفيني في كي داير، شوفي فمك كي داير، شوفي ربي كيفاش خلقك، فهمتيني، ربي خلقك في احسن صوره. هذيك الهضره اللي كتقول هذيك السيده راه ما كاين منها والو. اللي غيوقع هو ان من مور ديك الشيء شي حاجه تبدلات فيا. اول حاجه وليت كنحس براسي بحال في ديك اللحظه استوعبت بان عندي واحد السند، بان كاين واحد الانسان اللي كيدافع عليا وباللي كيشوفني كيف ما انا، بخلاف كيفاش الناس يقدروا يصوروني. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خلاتني انني انا ملي وليت كنشوف راسي في المرايه وليت كنشوف هذيك الصوره اللي كان كيوصف بابا وماشي ديك الصوره اللي كانت كتوصف ديك السيده. وثالث حاجه خلاتني انني نفهم بانه بغض النظر على شنو الناس يقدروا يفكروا شنو يقدروا يقولوا ليا، كيفاش انا كنشوف راسي وكيفاش الناس كيبغيوني هي اهم حاجه. الهضره ديال الناس الاخرين ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي قيمه. ودابا في ديك الوقيته اللي فاش كان في عمري 11 عام، ما دابا من طبيعه الحال في ديك الوقيته انا ما فكرتش في هادشي هذا كاع كامل. يعني دابا كنقول هاد الهضره هذه التحليل ديالي دابا بالعقل ديال دابا بالعقل ديال يعني ديال الكبر، مي في الداخل ديالي شي حاجه تبدلات. وباش غادي نعرف يعني هاد القضيه هذه باش نفهمها، هو انني من بعد يعني فاش كنت كنمشي للمدرسه، فاش كنت كنتلاقى الناس، الهضره ديالهم بقات كتاثر بطبيعه الحال بحال اي المهم بحال بزاف ديال الناس. تعرضت للتنمر في المدرسه، حاجه اللي هي طبيعيه. كنظن في ديك الوقت ما كناش كاع كنستعملوا هذا المصطلح ديال التنمر. يعني بنادم يقدر يدير لك شي ملاحظه يعيب عليك، يقول لك شي حاجه تتعامل معها، تعلم انك تتعامل معها وانك تواجهها. كانت ما كتاثرش فيا ديك الهضره. وفي دماغي انا شنو كنت كنقول انا زوينه. كانت الصوره اللي كنت كنشوف عليها راسي هي واحد الصوره اللي ايجابيه، خصوصا في ديك السن ديال المراهقه اللي يعني الشكل ماشي كيكون عنده واحد الدور مهم، ولكن تيكون كيحتل واحد الجانب مهم من حياتنا، حيت كنكبروا كنبداو كنتبدلوا، كنوليو كنقارنوا راسنا بزاف مع الناس الاخرين. يعني ديك الحدث اللي وقع في هذاك الصيف ديال انا في عمري 11 عام خدم عليا حياتي كامله. يعني ليومنا هذا هو راه في بزاف د الجوانب وانا غنبقى، ولكن انا غنبقى مركزه غير على الجانب ديال الشكل، يعني الجانب ديال الفيزيك، حيت هو اللي كان يعني الموضوع ديال ديك المعيار والموضوع ديال ديك الدفاع. يعني اي واحد شكون ما بغى يكون يقول لي اي حاجه هضرته ما كتسوى عندي حتى شي حاجه. يعني مستحيل دابا اليوم يجي شي حد ويعيب عليا شي حاجه في الشكل ديالي وهضرته تاثر فيا ولو بنسبه 0.0001%. علاش؟ حيت في الداخل ديالي تبنات واحد الحاجه، تبنات يعني واحد المقاومه اللي خلات قاوم اي هجوم يقدر يجيني من برا. غنقاومو يكون واحد المقاومه اللي فيها واحد القوه تمارس عليا، يعني خاصني نبذل فيها واحد المجهود. لا شي حاجه اللي تبنات اللي ولات كدير واحد الجدار ما بيني وما بين اي معيوره تقدر تجيني، اي ملاحظه خايبه تقدر تجيني. يعني انا بالنسبه ليا كنشوف راسي ديما صافي بقات عندي هذيك الصوره اللي انا بابا وصف. دابا هي اللي كنشوف فاش كنشوف راسي في المرايه، هذيك الهضره اللي قال لي راه هي اللي كتبان لي. والو خير شكون ما بغى يكون يقول شنو ما بغى يقول صافي. علاش؟ حيت انا بالنسبه ليا اهم صوره اللي انا نقدر نشوفها على راسي هي الصوره اللي كنشوفها بعينيا وبعين الناس واللي انا متاكده منه بان بابا ما غيكونش عاقل على داكشي اللي وقع، وخويا حتى هو ما غيكونش عاقل على داكشي اللي وقع. اللي بالمناسبه غالبا غادي يسمع هذه الحلقه وغيقول مع راسو واش بصح هادشي وقع، راه وقع غير انت ما عاقلش. وتحيه لك من هنايا. وديك البنت انا متاكده بانها بالنسبه لها انا ما تكونش عاقله عليا، ما تكونش عاقله على شنو قالت، ما تكونش عاقله على شنو دارت، وهادشي هذا كاع كامل. وما تكونش محال تكون واش عاقله اصلا بانها واحد العام كانت مسافره اكادير وطلقت واحد البنت. ولكن انا مازال عاقله، والاثر ديال داكشي اللي وقع مازال خدام عليا ليومنا هذا. المغزى شنو هو؟ المغزى هو انه كندوزو في شي لحظات من حياتنا اللي تتغير فينا شي حاجه فيهم.
والمحيط ديالنا تيكون عنده واحد الدور كبير انه يبنينا ولا انه يهرسنا، وهادشي ما تنردولوش البال. وحنا ما يمكنناش نتحكموا في المحيط ديالنا كيفاش غادي يتفاعل مع داكشي اللي كيوقع لنا وكيفاش غيتعامل معانا. يعني هذاك المحيط بحد ذاته، حيت راه شي مرات هذيك الهضره اللي كانت كتقول لي شي ديك البنت، راه كاينين للاسف والدين كيقولوها لولادهم ولا خوت كيقولوها لخوتهم، وهما بالنسبه لهم راه عادي، بالنسبه لهم داكشي راه ما عنده حتى شي اثر، اولا ما تيفكروش نهائيا، اولا تيكون فيهم واحد السم تيخرجوه، اولا واحد الغضب تيخرجوه بديك الطريقه وهما ما تيفكروش. في حين انه واحد الطفل اللي كيكون مازال صغير، راه ملي كتكون كتقول له واحد الهضره ايجابيه ولا سلبيه، راه الاثر ديالها راه تيكون مدى الحياه. مثلا الا كانت ايجابيه راه مزيان داكشي اللي بغينا، ولكن الا كانت سلبيه يعني من بعد خاص هذاك الانسان هو براسو يوعى بها ويتقبلها ويتقبل بان كاين واحد المشكل ويبدا يعالج فيه. يعني كتكون واحد الرحله ديال العلاج اللي واش تنجح ولا ما تنجحش، واللي كتكون طويله وكتكون صعيبه، في حين انه شي حاجه اللي كان ممكن اننا نتفاداوها. ولكن للاسف ما يمكنناش نتحكموا في الناس، ما يمكنناش نتحكموا في المحيط ديالنا، ما تنختاروش، ما يمكنناش نتحكموا في كيفاش الناس كيهضروا معانا. وانا بالنسبه ليا يعني المهم انا ماشي هنا باش نعطي الدروس نهائيا، كل واحد تيختار شنو هو الاثر اللي بغى يكون عنده في الحياه، يعني كيختار انه واش يكون عنده واحد الاثر طيب ولا ماشي طيب، هذا كيبقى اختيار يعني شخصي. انا بالنسبه ليا هذه غير واحد الحادثه اللي وقعت لي واللي كان عندها واحد الاثر ايجابي عليا فيها، واللي بغيت انني نشاركها، وكل واحد وكيفاش غيشوفها. كاين اللي غيشوفها على اساس انها عبره باش الواحد يبدا يعني يرد البال واحد شويه شنو كيقول، كيفاش انه كيتواصل مع الناس الاخرين، خصوصا الاطفال اللي عنده وليدات، اللي عنده خوتو، ولاد العائله، ولاد الجيران اللي كيقري. وكاين اللي غيشوفها غير قصه يستانس بها بكل بساطه. مي انا بالنسبه ليا واحد القصه اللي اثرت فيا بزاف، غيرت فيا بزاف، واللي هاد الحجر الاساس اللي من بين بزاف ديال الاحجار الاساس اللي بنات الشخصيه اللي عندي اليوم، واللي ما كان عندي فيها حتى شي فضل. يعني دابا هادو شي احداث اللي كيوقعوا اللي حنا ما كيكون عندنا فيهم حتى شي فضل، يعني ماشي واحد الخدمه انا درت على راسي، واحد الحدث وقع اللي الحمد لله بابا كان يعني الموقف ديالو كان سليم، حيت هذيك الانسانه ملي كانت انا كتعايرني وكتقول لي ديك الهضره ماشي جاوبها حتى هو بالمعيور. وهادشي اللي كنديروه بزاف ديال المرات، يعني شي حد كيعايرك تتولي انت كتعايره على اساس انه كيكون واحد الفعل وكيكون واحد رد الفعل من نفس النوع، في حين ملي كيكون الفعل وملي كيكون رد الفعل من نفس النوع راه تيوقع واحد الاصطدام، وهذاك الاصطدام يا اما تخسروا فيه هذوك جوج ديال الناس، يا اما تخسر فيه واحد اللي كيكون اكثر ضعفا. وانا في ديك اللحظه كنت الاكثر ضعفا. يعني لو انه مثلا جا وغير حتى هو بدا كيسب ولا بدا كيعاير، شنو كان غيوقع؟ ما كان يوقع حتى شي حاجه. يعني انا بالنسبه ليا كنت غادي نشوف هذاك كموديل ديال كيفاش انا خاصنا في المستقبل نتعامل. واحد الانسان عايرني خصني نعايرو، ولكن واش انا في الداخل ديالي اثر عليا داك الشيء؟ غالبا غادي ياثر عليا. يعني راه بزاف المرات كتوقع لنا. وعلاش كان الموقف ديالو سليم؟ حيت ماشي رد الاساءه بالاساءه. علاش؟ حيت انا ما في ديك السن راه ما كان هذه ديال اللوائيه، كان غيشفي الغليل ديالي واحد شويه، ممكن كان غير يعجبني الحال بانه بحال ننتقم لي منها، ولكن انا في الداخل ديالي راه ديك الجرح كنت غنهزو معايا. يعني ديك الشخصيه المهتزه راه كانت غتبقى معايا، يعني ما ربحنا حتى شي حاجه. في حين انه هو شنو دار؟ يعني في ديك اللحظه فعط من رد الاساءه بالاساءه، شنو دار؟ عالجني. يعني بين ليا بان ديك الهضره ما كاينلاش اصلا نردو عليها. هذيك الهضره اصلا ما عندها حتى شي قيمه، هذيك الهضره اصلا ما كتساوي حتى شي حاجه، حيت ما كيهمش كيفاش هذاك الانسان المسيء كيشوفك بقدر ما كيهم انك انت كيفاش كتشوف راسك. الا انت كنتي كتشوف راسك واحد الشكل اللي هو ايجابي، فراه ما كيهمش هذاك الاخر اللي بغى يسيء ليك كيفاش كيشوفك، وما كاينحلاش انك تضيع الطاقه ديالك والمجهود ديالك لانك ترد حتى نتايا بالاساءه. علاش؟ حيت انت في الداخل ديالك متزن. وهذه القضيه هذه بقات فيا ليومنا هذا، انني ما تنضيعش الطاقه ديالي والجهد ديالي على شي حاجه بحال هكا. بزاف ديال المرات تيبغي شي حد انه يسيء ليا، اش كندير انا بكل بساطه؟ ما تنعطيش نهائيا قيمه لديك الشيء نهائيا. بحال كيفاش كنشوفها انا؟ كنشوفها بحال عندك مثلا واحد العافيه كتكون مهيله، يلاه بدات كتشعل ياك،
الا خليتيها ما درتي حتى شي حاجه، ومن طبيعه الحال ما كانوش العوامل الفيزيائيه اللي غيزيدوا يشعلوها بحال الريح بحال بزاف ديال الحوايج. شنو غادي يوقع؟ غادي تطفى. ولكن الا جيتي نتايا بديتي كتصوت عليها غادي تزيد تشعل. دابا انا هادشي اللي هذا هو المبدا اللي غادي به في حياتي. فاش كتبان لي واحد العويفيه يلاه بدات كتشعل، شي حد يلاه كيبغي يجي يشعلها فيا، اش كندير؟ تنخليها حتى كتطفى صافي، ما كنديهاش فيها. ماشي غنبقى نصوت عليها، ماشي غنبقى نزيد نعاونو انا باش يشعلها، في الاخر تحرقنا بجوج ولا غتحرقني انا.